عارفين، اوقات كتيرة بحس ان انا لسه نفس الطفلة اللي كانت واقفة في النادي تحت اللوحة بتاعة احتفال 2001 وبصلها بانبهار. ايه ده، احنا بقينا في 2001 بجد. انا بحس ان انا حتى لسه شامة ريحة الهوا في الوقت ده، وكل مدى بقتنع ان روحنا فعلا مش بتكبر، جسمنا بس هو اللي بيكبر. من بعد ما خلفت وانا دايما خايفة، بحس ان شعور الخوف ده بيتفرز مع الامومة، خوف من كل حاجة. لما بقابل وقت صعب مع ولادي بلاقي نفسي رجعت تاني لنفس شكلي بالفستان وانا واقفه تحت اللوحه، وبسأل نفسي طب ازاي؟ المفروض انا ماما، انا اللي بحل مشاكل، ومفروض انا اللي اديهم نصايح واذاكر لهم. انا بحب ولادي، ربنا يخليهم لي يا رب، هما العالم كله بالنسبه لي. بس اوقات بتعب لان الطفله اللي جوايا لسه محتاجه وقت، محتاجه حد يشجعها ويطبطب عليها. انا قررت اعمل معاكم النهارده الابل باي لان ريحه المخبوزات بتفكرني بريحه الجو في الوقت ده، واخترت طريقه سهله علشان لو ام مضغوطه وما عندهاش وقت تقدر تعملها بسهولة جدا وتستعيد طفولتها المفقودة. انا حبيت احكي لكم ده ليه؟ لربما في ام تانية زي دلوقتي محتاجة تحس انها مش لوحدها، وانها حتى وهي ماما كبيرة ومسؤولة من حقها تفضل طفلة محتاجة تشجيع، وان الوقت الصعب ده هيعدي وبكرة هيكبروا ان شاء الله، وهتفتكري كل الكلام ده وهتضحكي. خدي نفس عميق واعملي زي ما عمنا صلاح جاهين قال، الضحك قال يسم مع التكشير، امشير وطوبة وانا ربيعي بشير، مطرح ما بظهر بنتصر على العدم، ان شاء الله اكون رسمية بالطباشير وعجبي. السلام عليكم.